في صباح يوم عادي استيقظ أحمد على صوت المؤذن يدعو للصلاة. كانت القرية الصغيرة تعيش تحت وطأة الاحتلال، لكن الحياة استمرت رغم كل الظروف. كان أحمد يراقب الجنود الإسرائيليين من نافذة منزله، محاولا فهم العالم من حوله. لقد نما في داخله شعور بالمرارة والرفض لما يحدث لأهله وأصدقائه. بعد صلاة الظهر تجمع الناس في ساحة القرية. كان هناك حديث يدور بين الأهالي عن عائلة الجار التي تم تهجيرها بالقوة. كانت العيون مليئة بالدموع والغضب مشتعلا في القلوب. أحمد شعر بأن الوقت قد حان ليقوم بشيء. لم يمكننا أن نظل صامتين، يجب أن نقاوم بكل ما لدينا. قرر أحمد الانضمام إلى حركة المقاومة السرية في قريته. التقى بمجموعة من الشباب في غرفة ضيقة مظلمة، حيث كانوا يخططون لنشاطاتهم القادمة. سامي أحد قادة المجموعة قال بحماس: علينا أن نوزع المنشورات ونحث الناس على الصمود. رد أحمد بشجاعة: سنفعل كل ما يلزم لحماية أرضنا. في إحدى الليالي، عندما علم أحمد وفريقه بأن القوات الإسرائيلية تقترب من قريتهم، قرروا المواجهة. كانت أسلحتهم قليلة، لكن إرادتهم كانت قوية كالجبل. ليلى إحدى أعضاء الفريق همست: يجب أن نكون حذرين، لكن لا نخاف. وقفوا جميعا يترقبون اللحظة المناسبة للتحرك. بدأت المعركة، واندلعت أصوات الرصاص في الهواء، بينما كان الدخان يتصاعد من كل مكان. صمد أحمد وأصدقائه بكل شجاعة، وتمكنوا من صد الهجوم ولو جزئيا، مما أتاح لأهالي القرية فرصة الهروب إلى مناطق أكثر أمانا. لن نستسلم أبدا، سنواصل النضال حتى النهاية. رغم كل التحديات والصعوبات، لم يفقد أحمد الأمل. كان يعلم أن النضال المستمر هو الطريق الوحيد نحو الحرية. كلما مرت الأيام، شعر بأن كل خطوة يخطوها هي جزء من قصة نضاله الخاصة، وأنه يوما ما سيعود كل فلسطيني إلى أرضه. سنحرر وطننا بجهودنا المشتركة وبإيماننا القوي.